وماله ماله ماله الاهلي ماله سيء في دلاله. يا كومبارس ما تروح تنام بقى يا عم، روح نام بقى. بقول لك ايه، ما تستنانا بقى الجمعه، سواء هتيجي مش هتيجي انا عايزك تستنانا يوم الجمعه في الامارات. هنقابلكم مع السوبر، هتيجي اهلا وسهلا، مش هتيجي اهلا وسهلا برضو. المهم احنا مستنيينك. فحي دور الكومبارس المختلط جاي. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لانك بقالك يومين ثلاثة أربعة شغلك الشاغل كهرباء، لازم يوقفوا كهرباء. ده احنا هننسحب، ده احنا يعني انت شاغل. ده انا مستني المباراة النهارده تخلص عشان اطلع اتكلم عن القصة دي. انت شاغلنا ليه واحنا مش شايفينك ومركزين في المباراة بتاعت النهارده عشان نصعد لنصف نهائي افريقيا، عشان بعد كده نفكر في النهائي. لان تقريبا 90% 95% خلاص انتهت. الترجي هو اللي هيقابلنا في نصف النهائي، فجهز تيشيرت الترجي عشان تلبسه وتشجعه زي ما شجعت الهلال وصن داونز وشجعت الوداد وشجعت كل أندية القارة، عشان انت مش قادر بس تخرج من دور المجموعات. لكن قبل ما اكمل كلامي واللي حصل منكم الاسبوع اللي فات عشان تلغوشوا او تعملوا مشاكل للاهلي قبل مباراة مهمة زي دي، انا بس يا جماعة النهارده ورسالة لنادي الرجاء. هو انتم نادي صغير؟ نادي مش صغير، نادي كبير له جمهور كبير وجمهور محترم. نفسي يعني انا النهارده عمري في حياتي ما شفت نادي هيلعب على ارضه في حضور 55 الف مشجع ولازم يبدا يسجل او لازم يسجل في اي وقت عشان يلحق ويسجل التاني ويتعادل ويلعب ركلات جزاء. نادي نازل بس يلعب على كره واحده، العب اي كره في منطقه الجزاء، اي لاعب بس يقع وخلاص ايا كانت اللمسه. ارفع ايدك، طالب الحكم الليبي بان هو يحسب لك ركله جزاء. بالمناسبه الحكم الليبي النهارده 90% كان كويس، عنده اخطاء بس مجملا حكم كويس. ودي وجهه نظر الحكم الليبي النهارده كان كويس، كان كويس. لقطه كهربا كانت لازم تتعاد عشان حكم الفار يشوفها. ضربه الجزاء ما تتحسبش لان ديانج لمس الكوره. اي حاجه تانية الراجل كان بيحسب فاولات لينا وبيحسب حاجات لينا كان الجمهور بيضغط عليه فيها. لكن مجملا الحكم 90% كويس، دي وجهة نظري. لكن انا مستغرب نادي زي الرجاء في حضور جمهوره بالشكل ده ما عندوش كوره. انت النهارده ممكن تقول لي، واحد من الجمهور يقول لي انت الاهلي ما لعبش. لا، النهارده الاهلي لعب، الاهلي لعب وراح عارف عايز ايه من المباراه. الاهلي كان دفاعيا متماسك، الاهلي الخطوط كانت متقاربه النهارده بشكل كبير جدا. الاهلي بس كان محتاج ان هو ينقل من الحاله الدفاعيه الهجوميه بشكل اسرع ويستغل اي كوره، لكن ده ما حصلش. لكن مجملا انا كسبت مجموع المباراتين 2-0 وصعدت على فرقه كانت هي الافضل في دور المجموعات بالمناسبه مع صن داونز. فانا مجملا النهارده بقول شكرا للاعيبه كلهم ومعاهم المدرب ده اكيد. فاللي حصل النهارده ده اللي انت عايز توصل له، ودي مرحله وخلصت. بعد كده عندك مباراه السوبر قدام الزمالك، وبعد كده هتفكر في اللي جاي بقى، نصف نهائي افريقيا اللي باقي من الدوري، سواء مباراه كاس هتتلعب ايا كان. خطوه خطوه، الاهم حصل النهارده وانك طلعت فرقه المفروض في دور المجموعات ما كانتش فرقه قليله، لكن في الاخر النهارده كانت فرقه قليله جدا. وبالمناسبه الوداد برضو فرقه قليله، الوداد برضو فرقه قليله. ومش هقول لك الترجي عشان احنا هنقابلنا في نصف النهائي، لا، ماتش الترجي ليه يعني ننسى الوقت لما يجي هنتكلم عنه. لكن انا بس بقى عايز اتكلم في قصه انك انت بقالك اسبوع ككومبارس انت شاغل بالك بيا. يعني انت النهارده مرتضى منصور عايز النهارده بيعمل يعني بعت بيان بيقول لمجلس الاتحاد المصري شوفوا لنا اي رد منكم، عايزين رد شافي كده. الشناوي هيلعب، عبد المنعم هيلعب تقريبا، ومين تاني؟ كهربا. انتم عايزين ايه؟ انا نفسي افهم يعني انتوا عايزين ايه من الثلاث لعيبه. انا نفسي افهم، انتم مرعوبين قوي كده من الاهلي؟ طب هنلعب من غير كهربا ومش هيحطوا صح. انا نفسي افهم يعني البروباجندا اللي انتوا عاملينها. احمد الطيب، الغندور، ميدو، امبارح قناه الزمالك جمال عبد الحميد، محمد رجب هش